الإيراني عدو واضح يقاتلنا اليوم، يحتل العراق ويحتل سوريا، ويحاول قدر المستطاع خلق الفتن داخل الكويت وداخل البحرين، وخلق الفتن الآن باستخدام حزب الله في لبنان. يعني الحكومة البحرينية اتخذت خطوة واضحة مباشرة، طرد السفير الإيراني. كيف تسقطها على الواقع الكويتي؟ نفس المعاملة إن لم تكن أشد، وسحب سفرائنا وقطع كل العلاقات التجارية والثقافية والصناعية أيا كان نوعها مع إيران، يجب قطعها تماما. مو بس هذا، وأن نستعد لمواجهة خطرين رئيسيين، روسيا والصين. إذا نعتقد بأن هذا العدو سيتركنا، إحنا ما عندنا سالفة. وإذا إحنا نعتقد بأن إحنا أقل منهم، إحنا إذا نستاهل اللي راح يصير فينا كله. إخواننا في سوريا مجردين من كل شيء، ويواجهون العدو الروسي اليوم يقتلون بأقصى وأفظع أنواع الأسلحة الموجودة. على الأقل من باب احترام لذاتنا تكفون، طلعوا أسلحتكم المصدية، طلعوا مخلفات الجيش العراقي. إخوانكم في سوريا ما يبون منكم إلا 4 أشياء: سلاح نوعي مضاد للدروع، مضاد للطائرات، دواء، ومال، ودعم معنوي وإعلامي. إذا قدرنا نسوي كل هذا إحنا إن شاء الله بخير. إخواننا في سوريا رجال ونساء كفوا، بس يحتاجون واحد يوقف معهم. هذه الطائرات الروسية والصينية الموجودة بالأجواء زائد طائرات النظام الموجود يجب أن تسقط بصواريخ نوعية صادرة من دول مختلفة مشتراه من قبل دول الخليج. وأنا أتمنى من الملك سلمان أن يبدأ عاصفة عربية سنية ضد إيران وضد روسيا وضد الصين. نعرف أن هذه دول عاتية، دول جبارة تستطيع أن تبيدنا بقنبلة ذرية واحدة، نعرف هذا الأمر، لكن نحن مسلمين ما راح نموت إلا في يومنا، ما راح ناخذ إلا رزقنا، والقضاء والقدر ورد الدعاء. لكن أن نعيش جبناء، خراف تقتل بهذه الطريقة، والله ما حد يقبلها. في نفس اللحظة يجب أن نراهن أن هناك أعداء طبيعيين لإيران في المنطقة، يجب أن نراهن عليهم. باكستان، تركيا، مصر، يجب أن نراهن عليها. مصر لن تترك أمن الخليج المرتبط في أمن البحر الأحمر، مهما اتفقنا أو اختلفنا لن تتركها. باكستان أصدرت فتوى من علمائها بضرورة مواجهة المد الروسي الموجود كما واجهوهم سنة 1980 في أفغانستان.